أهلا بكم مشاهدينا. دعا وزير الزراعة السيد الرفاعي برهي خلال زيارته لمديرية مندفر دعا المزارعين للدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه لمزيد من النتائج. وتفقد وزير الزراعة أنشطة حماية التربة وحفظ المياه وإصلاح مساقط المياه وبناء الحواجز في قريتي جنيبالي وداندير جنت، وكذلك الأنشطة الزراعية التي يقوم بها المزارع النموذجي السيد يوسف برهاني في عزارتا تحتاي. وقدم مسؤول أنشطة حماية التربة وحفظ المياه في مديرية مندفر السيد مكونن في السهاية في الزيارة شرحا عن أهداف البرنامج. كما تفقد وزير الزراعة السد الذي شيده المزارع النموذجي السيد يوسف برهاني بكلفة أكثر من نصف مليون نقفة وأنشطة تربية الأغنام والدواجن والبستنان. وقال المهندس فاسيل كفلاي من مكتب وزارة الزراعة في مديرية مندفر الذي تابع بناء السد أن تمكن المزارع يوسف من بناء السد في 3 أشهر رغم إعاقته يجعله نموذجا يحتذى به. احتفل الإريتريون المقيمون في مدينتي دالاس وكولومبوس بالولايات المتحدة الأمريكية ومدينة ميونخ الألمانية بالذكرى 22 للاستقلال. أكد الإريتريون المقيمون في دالاس في الاحتفال الذي شارك فيه الشباب والأطفال العمل بقوة لتقوية التصدي وتوريث القيم الإريترية والدفع ببرامج التنمية الوطنية. وأوضح الإريتريون في كولومبوس أن استقلال إريتريا يعتبر استثنائيا للتضحيات الكبيرة التي قدمت من أجله، ويتم الاحتفاء به في الوقت الذي أفشل فيه الشعب الإريتري المكائد والعداءات. كما احتفل الإريتريون المقيمون في ميونخ الألمانية بعيد الاستقلال بمشاركة أصدقاء إريتريا. وأعرب المحتفلون عن إعجابهم ببرامج التنمية التي تشهدها البلاد بتضافر جهود الجميع، مؤكدين العمل لإنجاح مرحلة الاستثمار التي دخلتها إريتريا والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. أكد الإريتريون المقيمون في إزبيل وضواحيها بهولندا في الاجتماع الذي عقدوه في 2 يونيو جاهزيتهم للتصدي واستعدادهم الدائم للمساهمة في إنجاح برامج التنمية الجارية في البلاد. وقدم قنصل إريتريا في هولندا السيد سلمون محاري في الاجتماع توضيحا عن الأوضاع السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد ودور المواطنين في برامج الاستثمار الاقتصادي. وقال إن إريتريا بلغت مرحلة إطلاق حملة الاستثمار لتحقيق التحرر الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية متجاوزة كافة التحديات، موضحا بوجوب مشاركة الشعب القوي لإنجاح هذه الحملة داعيا للاستفادة من الفرص سواء بشكل فردي أو جماعي. وأوضح المثقف الإريتري دكتور تملسو تسفامكيل أن مشاهدته لبرامج التنمية خلال زيارته لإريتريا تبرز قوة تصدي الشعب الإريتري، مؤكدا بأن حقبة ازدهار إريتريا ليست ببعيدة. كما أوضح السيد جبرس جابير في الساتيون في المحاضرة التي قدمها بأن الأنشطة الدعائية التي تقوم بها وسائل الإعلام لتشويه إريتريا جزء من الحرب النفسية، مشددا على وجوب مواجهة الشعب وخاصة الشباب بوعي لهذه الحرب. وأعرب المجتمعون عن إعجابهم وتقديرهم بالجهود التي تقوم بها الحكومة في حملة التحرر الاقتصادي، مؤكدين الإيفاء بكل المتطلبات. قال مدير مديرية ملقي السيد شيخ الدين صالح بأن مؤسسات الخدمات الاجتماعية التي أرسيت في المديرية في سنوات الاستغلال ساهمت في تحسين حياة السكان وتطور المنطقة. وأوضح بأن المديرية كانت محرومة من الخدمات الاجتماعية في حقبة الاستعمار، وقد تحققت غفزة كبيرة بعد الاستغلال في مجالات التعليم والصحة والمواصلات والمياه. وأشار إلى وجود 25 مدرسة و9 مؤسسات صحية وخطوط مواصلات و4 حفائر و23 مضخة مياه. وذكر عن وجود شح في المياه الجوفية في المديرية بسبب التضاريس الجبلية للمديرية، مما يتطلب بناء خزانات مياه إضافية للتخفيف من المشكلة. يقوم سكان مديرية قندع بنفير جماعي لحماية التربة وحفظ المياه للدفع بالإنتاج الزراعي. وقال المشرفان على النفير السيد إيمان قبرآب والسيد عثمان إبراهيم والمشارك في النفير السيد قبر رزقابير كداني أن النفير الذي يشارك فيه يوميا أكثر من 300 شخص له دور كبير في تنمية المياه الجوفية والدفع بالنشاط الزراعي.
وذكر كل من السيدة سعدية علي والسيد عثمان صالح والسيد إدريس موسى المشاركون في النفير أن البرنامج يهدف لتنمية المياه الجوفية وتوظيفها للشرب والري، ويقومون بجهد كبير لأهمية ذلك في النمو الاقتصادي. ويشارك سكان قندع في عملية بناء الخزانين اللذين يشيدان في وادي ماية كموم، إضافة إلى صيانة طريق قندع سرت وصيانة شوارع مدينة قندع.